علاقه السوفت وير بالاي بي تي في، هل في علاقه بين الاثنين؟ في علاقه. تعالوا اقولها لك دلوقتي. لايك وشير واعمل معانا كمان اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وهقول لك دلوقتي المعلومه المهمه جدا اللي محدش هقولها لك خالص في المجال ده. خد معانا الكلام المهم. الاي بي بيقطع. الاي بي مره واحده وقف مني ومش راضي يسجل معايا تاني بعد ما كنت مسجل قال له شغال. اجي اخش على البي ان دلوقتي عشان اسمع المطوشه، عندي مشكله جامده جدا، نص الايقونات شغاله ونصها مش شغال. العيب مش في السيرفر، خلي بالك، العيب عندك في الريسيفر. لازم تحدث السوفت وير عندك لاخر اصدار على الجهاز. لو مش عارف خش عندنا على القناه، فيها كل حاجه جديده موجوده يا باشا عن التحديث وعن كل حاجه وعن المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها دي. يبقى السوفت وير 99% من مشاكل اي بي تي في ومشاكل الجهاز عامه في التهنيجه وفي القنوات اللي هي مش موجوده، وكمان تعقدت الجهاز وتقله وقفله وفتحه لوحده ورستارته. والا الاي بي تي في، عشان الاي بي تي في ده اكتر حاجه احنا بنعتمد عليها في الشغل بتاع لو اسمع فيلم او اسمع مباراه مهمه ولا التنتيشه والحاجات من دي والجهاز يفصل منه والجهاز يعرفني لازم اشيل الكهرباء منه واشغلها تاني. حدث السوفت وير لاخر اصدار على الجهاز وادعي لي وصلي على النبي.